الثقة والتلاحم المتين وأقوى عزما على مواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعاتك المشروعة. فما أريده لكل المغاربة أينما كانوا في القرى والمدن وفي المناطق المعزولة والبعيدة، وتمكينهم من العيش الكريم في الحاضر وراحة البال والاطمئنان على المستقبل والأمن والاستقرار على الدوام في تلازم بين التمتع بالحقوق وأداء الواجبات. شعبي العزيز، لقد تمكنا خلال 17 سنة الماضية من إنجاز إصلاحات سياسية عميقة وأوراش اقتصادية كبرى ومشاريع للتنمية البشرية غيرت وجه المغرب، غير أن هناك الكثير مما يجب القيام به، خاصة ونحن على أبواب مرحلة جديدة ستنطلق مع الانتخابات التشريعية المقبلة. وبصفتي الساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، فإنني لا أشارك في أي انتخاب ولا أنتمي لأي حزب، فأنا مالك لجميع المغاربة مرشحين وناخبين وكذلك الذين لا يصوتون، كما أنني مالك لكل الهيئات السياسية دون تمييز أو استثناء. وكما قلت في خطاب سابق، فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب، ومن ثم فشخص الملك يحظى بمكانة خاصة في نظامنا السياسي، وعلى جميع الفاعلين مرشحين وأحزاب تفادي استخدامه من أي صراعات انتخابية أو حزبية. إننا أمام مناسبة فاصلة لإعادة الأمور إلى نصابها، من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخابات آلية للوصول لممارسة السلطة إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته في اختيار ومحاسبة المنتخبين. فالمواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين، وهو مصدر السلطة التي يفوضها له، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم بناء على ما قدموه خلال مدة الانتداب بهم.